السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم الموز في البيت، حاجه طبيعيه وبمناسبه الصيف. ويلا بينا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي ده نص كوب من الكريم شانتيه، بتجيبيه من العطار عادي، او كيس من الكريم شانتيه، او كريم شانتيه سايب خام. وده كوب الا ربع من اللبن البارد، اي نوع لبن عندك، معلبات، بلدي، نيدو، بس اهم حاجه تكون كوبايه لبن ساقعه قوي. وادي ده نص كوب من السكر البودر، يعني السكر تطحنيه وتعملي منه نص كوبايه بالشكل ده. وادي ده كيلو موز احنا مطلعينه لسه من الفريزر، طبعا اللي هو تفرزي الفاكهه بتاعتك قبلها بيوم. طبعا الايس كريم ده الثوابت معايا الثلاث كوبايات دول. ممكن تغيري نوع الفاكهه، تخليها فراوله، تخليها خوخ، تخليها بطيخ، تخليها مانجا، زي ما تحبي اعملي اي نوع فاكهه هيطلع معاكي ايس كريم حلو قوي. يلا بينا بقى نضرب كل المكونات دي، يا اما في الخلاط يا اما في الكيتشن، الاتنين مفيش مشاكل خالص. يلا بينا. هو انا حطيته في الكيتشن بتاعي، وممكن تضربيه في الخلاط مفيش مشاكل خالص، بس استني سيكه كده بعد ما تطلعي الفاكهه بتاعتك من الفريزر. تمام. يلا نضرب بقى المكونات بتاعتنا كويس قوي. وادي الايس كريم بتاعي بعد ما ضربته، شايفين القوام عامل ازاي؟ قوام كريمي عامل ازاي؟ تحفه، تحفه بجد. يعني بجد لو جربتيه مش هتندمي، اللي هو باستمرار هتعمليه طول الوقت حتى في الشتاء. جميل. طبعا نحطه في علبة تلاجة ونحطه في الفريزر لمدة من 5 ل 8 ساعات، هيبقى حلو جدا. بمعلقة الايس كريم نصب بيها او بأي معلقة، تعمليه على بسكوتة، تحطيه في علبة او في بتاع ده، في كوبايات تقدميه زي ما يحبوه اطفالك. المهم ان انت تعملي لهم حاجة طبيعية وجميلة في البيت. يلا بينا نحطها في علب بقى من علب الفريزر بتاعتنا. اهو بعد ما خلصنا الايس كريم بالموز، وكمان عملت ايس كريم بالخوخ، شايفين شكله عامل ازاي؟ نفس المكونات ونفس الخطوات بالظبط اللي احنا عملناها للموز عملناها للخوخ، واي نوع فاكهه عندك فرزيه، ونفس الخطوات اللي احنا عملناها هي دي. طبعا هنحطه من 5 ل 8 ساعات في الفريزر، وتاكلوه بالف هنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.